اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة، ولسه مستمرين معاكم في سلسلة الوصفات الاقتصادية اللي اتكلمنا عليها قبل كده وعملناها مع بعض، وكنا عاملين صينية جبارة كانت تنفع بقى للفطار وللغدا والعشاء. النهاردة بقى هنعمل بقى وصفة اقتصادية، وصفة جميلة قوي وفي نفس الوقت مغذية ومحببة للأطفال وحلوة قوي. وصفة جميلة تنفع للجوع بتاع الشتاء بتاع اخر الليل دوت. سهلة ومش هتاخد معاكي وقت، ممكن في نص ساعة تقومي تعمليها، وتنفع وجبة غدا وجبة عشاء. هي جميلة وحلوة، وممكن تعملي جنب منها طبق سلطة كده، او طبق شطة بالصلصة. بس هي مش محتاجة معاها حاجة اكتر من كده. هي الوصفة فيها قيمة غذائية، فمش محتاجة مثلا اكتر من طبق سلطة او كده. كملي بقى معايا الفيديو للاخر وان شاء الله الوصفة هتعجبك. لو اول مرة تشوفينا حطي اشتراك للقناة وحطي لايك. يلا بينا كده مع بعض ندخل على الوصفة على طول. انا دلوقتي هجيب الحلة بتاعتي على حسب كمية الرز اللي انا هعملها. هجيب الحلة كده واحط فيها شوية زيت، وهقطع بصلتين كده كبار، انا بحب فيها البصل كتير. بصلتين كده كبار قطع صغيرة. يا دوبت انا هشوح البصلاية في شوية الزيت كده. هجهز معايا كده دلوقتي فلفل رومي. انا من عشاق الفلفل الرومي في جميع اكلاتي، ويا سلام بقى لو الوان. هقطعه كده برضو قطع صغيرة واحطه معاه، بيدي برضو قيمة غذائية. الفلفل الرومي حلو قوي للاكل. يا دوب برضو هيتشوح بس معاه تشويحة بسيطة جدا. هحضر بقى معايا عصير طماطم. اول ما البصلة تاخد لون كده هنزل بعصير الطماطم عليها. هي وصفة سهلة ومش بتاخد مننا وقت كتير خالص. هسيبها بقى كده دلوقتي. انا هضيف التوابل الاول وبعد كده هسيبها مع نفسها تتسبك شوية ولغايه اما العصير يتقل. انا حطيت عليها ملح وحطيت عليها فلفل اسود وحطيت عليها معلقه كمون، بس انا مش عايزه اكتر من كده. هقلب عليها واغطي عليها واسيبها تتقل بقى مع نفسها كده وتتسبك. ما تنسيش بقى تحط لنا لايك للفيديو واشتراك للقناه. دلوقتي بقى هنشوف الطماطم بتاعتنا اهي اتقلت اهيت وبقت جميلة واتسبكت. انا دلوقتي غاسلة الرز بتاعي حسب كمية الرز اللي انت عايزاه اعمليه. انا هنا كنت عاملة حوالي كيلو الا ربع رز. غسلته وسبته يتصفى كويس وبعد كده بقى هقلبه مع الصلصة ديت. هي تسوية الرز زي تسوية الرز العادية خالص، يعني تسوية الرز ابو طماطم ده عادي اكنك بتسوي رز عادي خالص ما فيهاش اي حاجة. انا دلوقتي هقلبه مع الصلصة كده. فطبعا هو يبقى محتاج كوباية مية، يعني انا هخليه المية بس تبقى عايمة فوق وش الرز كده. واول ما يتشرب من المية انا هوطي عليه، يعني انا هخليه عالي دلوقتي واول ما يتشرب انا هوطي عليه. هسيبه بقى دلوقتي وهغطي عليه. اهم خطوة بقى اللي جاية ديت دلوقتي. هنا الرز بتاعي اتشرب كده وهيبتدي يبقى داخل في السوا، هو لسه ما استويش. هو كده يعني الرز بتاعي يعتبر نقصله شوية ويبقى داخل في السوا. انا دلوقتي طبعا موطيه على الرز على الاخر خالص. هبتدي اعمل حفر كده هوت في قلب الرز على حسب كمية البيض اللي انا هحطها، يعني على حسب عدد البيضات انا هعمل حفر كده هو بالطريقة ديت. وهبتدي بقى احط البيض بتاعي كده بحاله، يعني انا هكسر البيض واحطه بحاله من غير ما هربه. هحطه في الحفر ديت على قد عدد البيضات اللي انا هعملهم. الخطوة اللي جاية ديت خطوة مهمة جدا. اهم خطوة بقى انا بعملها ان انا بحط البيض في اخر 10 دقايق من تسوية الرز. يعني انا دلوقتي الرز بتاعي خلاص، يعني هو داخل على السوا وناقص له مثلا بتاع 10 دقايق كده هوت. هحط انا بقى البيض دوت في في اخر 10 دقايق، عشان انا ممكن الرز بتاعي يستوي ويعجن والبيض يبقى لسه ما استواش، يبقى لسه البيض ده طري من جوه. فانا بحاول ان انا اوازن في الوقت بالظبط. انا دلوقتي اهوت لما وطيت عليه وغطيت عليه البيض ما خدش 10 دقايق بالظبط، كان استوى هو والرز مع بعض في نفس التوقيت. بصوا البضاية عاملة ازاي من جوه. البضاية الصفار بتاعها طالع مظبوط، مفهوش مش سايح مفهوش مية، مستوي مظبوط. والرز في نفس الوقت ولا معجن ولا اي حاجة، الاتنين خدوا نفس التسوية بالظبط في نفس الوقت. او هنقدمه بقى كده هوت مع بعض البضاية في قلب متغلفة بالرز بيبقى شكلها جميل قوي. الطعم بقى بيبقى حكايه الصراحه حكايه. تعالوا بقى بص هنشوف مع بعض. بص البضايه من جوه عامله ازاي.
بصوا من الداخل الاتنين واخدين التسوية مظبوطة بالظبط، يعني ولا البيض واخد تسوية زيادة وغمق من جوه ولا حاجة، ولا الرز عجن ولا اي حاجة. الاتنين واخدين نفس التسوية بالظبط. شايفين؟ بجد طعمها جميل، وصفة حلوة جدا، جربوها هتعجبكم. وكمان البيض من الوجبات الأساسية المغذية جدا للأطفال. يعني مثلا لو الطفل ما بيحبش البيض، حاولي تدخليه في أي أكل من الأكلات اللي زي دي، وإن شاء الله لما يجربها هيحبها وهياكل البيض. لو لسه مستمرية معانا لغاية دلوقتي في الفيديو، ما تنسيش تحط لايك واشتراك للقناة وفعلي زر الجرس عشان يصل كل جديد بإذن الله. ونكمل مع بعض سلسلة الأكلات الاقتصادية المغذية الشتوية.